التانية هستخدم فيها ازازة زيت قديمة. هبتدي ان انا اشيل الورق اللي عليها من تحت بالشكل ده، وبعد كده بالقطر هنقطع منها حتة كده ونكمل بالمقص، وناخد الجزء التحتاني ده هو اللي احنا هنستخدمه في الفكرة دي. وكمان هناخد الايد اللي في الازازة هنكسرها وهناخدها. طبعا هنبتدي ان احنا نسوي الاطراف ونشيل منها اي زيادة. جبت معايا قطعة قماش، برضو ممكن تكون طرحة او تيشيرت او بلوزة، اي حاجة يعني قديمة عندك تقدري تستخدميها، بواقي القماش اللي بتكون عندنا دي. وهبتدي دلوقتي ان انا اقفل كده، وهسيب يعني حوالي 2-3 سنتي كده من على الاطراف، وده كله هاخده كده ودخله على جوه بنقطة من الشمع، ونبتدي ان احنا نثبت كده على جوه. كمان الزيادات من القماش لو بقى معاكي زيادة من تحت بالشكل ده هنقصه برضو، وهناخد بقى كل ده على الازازة نفسها من جوه، يعني هنثبت بالشكل ده. وبقية القماش لسه هنستخدمه مش هنرميه. بعد كده معايا خيط مكرمية، هلف بيه حوالي مثلا دورين او 3 على الطرف بتاع الازازة. بعد كده جبت قطعة كرتون وخدت الدوران بتاع الازازة وقصيت قطعة الكرتون، وهي كمان هغلفها برضو بنفس القماش اللي انا استخدمته بالشكل ده. احنا هنعمل غطا للازازة بتاعتنا، فلازم طبعا ناخد المقاس بتاعها مظبوط. وبعد كده هدخل طبعا كل القماش ده كده على جوه. هاخد برضو من نفس الخيط بعد ما قفلت كده الكرتونة بتاعتي وش وظهر، هلف كده حوالين الغطا بتاعي لفتين او 3. ده شكلها كده. طبعا بعد ما لفيت عليها الخيط جبت الايد بتاعت ازازة الزيت، وهبتدي برضو ان انا اغلفها. قطعت شرايط كده حوالي 2 أو 3 سنتي طويلة، وهبتدي ان انا الفها كلها حوالين الايد بالشكل ده لحد ما اخلص طبعا الايد كلها، عشان نغطي لونها وتكون برضو لونها مناسب يعني مع الفكرة اللي احنا بنعملها. بعد كده هاجي طبعا واثبتها على الغطا بحبة شمع كده، وهجيب بعد كده قطعة مربعة من القماش برضو اللي احنا استخدمناه، هقفلها كده على جوه بحيث بس اتني الاطراف بتاعتها على جوه بالشكل ده. بعد كده هحطها بقى في العلبة نفسها على طرف العلبة، وهنجيب بقى الغطا اللي احنا لسه مقفلينه دلوقتي كويس جدا هنثبته هو كمان بحيث الاتنين كده يبقوا ماسكين في بعض. هنزين بقى بورد من الفوم. وده كده طبعا شكل العلبة النهائي بتاعنا بعد ما خلصناه وفنشناه. تقدري بقى تستخدميها كمنظم كده لحاجات كتير، يعني عندك على التسريحة. وانا هحط فيها مثلا الادوات بتاعتي اللي بستخدمها، شرايط الستان، ممكن ادوات الخياطة كمان هتبقى حلوة جدا لو رتبتيها فيها بالشكل ده. وحولنا طبعا ازازة الزيت اللي كنا هنرميها، حولناها لمنظم جميل وسهل وبسيط وشكله كمان حلو، وبرده من ادوات او حاجات يعني كلنا بنرميها. كده كنت طبعا خلصت معاكم الفيديو بتاع النهارده. استنى طبعا رايكم وتعليقاتكم، كمان هستنى لايك بتاعكم لو الافكار عجبتكم. ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على علامه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها بعد كده. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.